احمد اطلب لنا حاجه يا احمد عشان خايفه البابا يشوفنا. انا عمال انادي عليه من بدري، مش عارف مش عايز يجي ليه. انت يا ابني. ايه ده؟ أميرة بنتي؟ مين اللي قاعد معاها ده؟ وجايين هنا بيعملوا ايه؟ احمد لو كده يلا احنا نمشي. يا بنت نمشي ايه؟ ده المكان الوحيد اللي ملاحظ ان ما فيهوش حد ورايا. وبعدين هروح اشوف مين ده؟ لا، وبعدين هي تقول لي انت شغال في كافيه ولا بتعمل ايه هنا؟ احمد احنا بقالنا ساعه وما فيش حد جاب لنا حاجه نشربها. لا هم كده زودوها قوي. انت يا ابني. ايه يا عماد فيه ايه؟ ايوه يا استاذ اشرف. انت مش عايز تنزل مشاريب للناس دي ليه؟ الناس دي بتنده من بدري. شوف شغلك يا عماد. حاضر حاضر حاضر. بس اشوف شغلي، بس اعمل ايه؟ انا مش عارف اتصرف ازاي بس. بس ولا اتصرف ازاي بس يا ربي. ايوه هو ده الحل الوحيد. قولي لي بقى يا اميره، امال باباكي شغال ايه؟ بابا شغال في الاستيراد والتصدير. وبعدين هو احنا النهارده هنقضي الكلام كله على بابا؟ لا ما اقصدش، انا عادي بسأل. ادينا بنتناقش لحد ما ربنا يسهله ويجيب العصير ولا يجيب حاجه نشربها. اكيد دلوقتي ان شاء الله مش هتعرفني. استر يا رب. ساعه عشان تنزلنا. ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت عامله في شكلك ده؟ عيب ما ينفعش ليه؟ عيب ايه؟ هو في عامل اصلا كده بجلابيه وايه ده؟ ايه اللي انت حاطه على وشك ده؟ انت ايه مداري جمالك؟ اجيب لك نقاب؟ اميره عيب ما ينفعش يكون عنده مشكله في وشه ومش عايز حد يشوفها. ما انا عشان كده بقول له اجيب لك نقاب بيداري جماله عننا، وكمان لابس لي جلابيه. ايه اللي انت عامله ده؟ كفايه بقى، محدش عارف ظروف حد يا اميره. هو انت عشان كده اخرت علينا بالمشاريب؟ مشاريب ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ هو ده تتشرب من ايده حاجه؟ ولا ده اصلا مكان انت جايبني؟ انا مش عارفه ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده بصراحه. بقول لك، هو انت يعني في مشكله في وشك ولا حاجه محروق ان احنا نشوفها؟ واخرت ليه كده بالعصير؟ ما تتكلم ورد، قول اي حاجه. ما انا لو رديت بنتي هتعرف صوتي وهتكشفني. خليك يا احمد كده احسن. ما تتعبش نفسك يا احمد، انا هعرف ازاي اخلي الاشكال دي ترد. صبرك عليا. هتعمل ايه يا اميره؟ اصبر بس. ايه اللي انت عامله ده؟ اميره عيب اللي انت عملتيه ده، ما يصحش. هو انت كمان مش عايز ترد؟ يعني هي الميه ما فوقتكش، يبقى العصير هو اللي هيفوقك. استني يا اميره، هو في بالظبط انت مش عايز ترد ليه؟ ما تقول لنا بقى ايه حكايتك؟ بابا هو ايوه ابوك، واضطريت اني البس الورقه ديك عشان ما احرجكيش لما نروح واسالك مين ده. هو ده ابوكي؟ للاسف ايوه ابويا. انا مش عارفه انت بتعمل ايه هنا، وايه الجلابيه اللي انت لابسها دي؟ بتقدم ايه هنا؟ هيكون بيعمل ايه؟ استيراد وتصدير، بيصدر للزباين عصير. هو ده ابوكي شغال في الاستيراد والتصدير صح؟ شفت عمايلك؟ خليته يتريق عليا. كفايه بقى وعرفيني مين ده. ده صاحبي، والمفروض ان هو كان بيحبني وعايز يخطبني. طبعا بعد ما شاف المنظر ده طبيعي مش هيخطبني. هو اللي بيحصل ده من شويه ما كانش عايز ينزل لهم مشاريب، وكمان دلوقتي بيعلوا صوته عليهم ويعمل مشاكل. ايه يا عماد؟ كمان بتهنيني؟ ايه البجاحه اللي فيكي دي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. على فكره انا شفت وسمعت كل اللي انت بتعمليه في ابوكي. هو ابوكي ايه الغلط اللي بيعمله عشان انت تعملي فيه كده؟ ايوه حضرتك مين يعني؟ حضرتك مين ايه؟ مش هو اللي ملبسك اللبس ده؟ انت مفكره كل اب بيقول لبنته ولا يقول لابنه انا خارج عشان اشتغل بيروح يلاقي الفلوس في الشارع؟ ما هو لازم يجي بيتعب عشان خاطرك انت. ايوه انت مالك؟ انت مين اصلا ومين دخلك؟ انا اسف يا استاذ اشرف، الظاهر انا ما عرفتش اربيها، بس من هنا ورايح انت لازم تتعلم الادب. انت بتمد ايدك عليا يا بابا وفي الشارع؟ وفي اي حته كمان، لان انا اللي غلطان، انا اللي ما عرفتش اربيك كويس. يا خساره يا عماد، جت متاخره منك قوي. ما عادش ينفع اللي انت بتعمله ده. يلا غور على البيت. انا اسف يا استاذ اشرف على الفوضى اللي انا عملتها دي. اسف على ايه بس؟ وانت ايه المفروض انك تمشي كده مع بنات الناس تغوي دي وتغوي دي؟ انت شغال ايه؟ على فكره انا كان نيتي خير، بس هي اللي ضحكت عليا وكدبت عليا. كدبت عليك في ايه يعني؟ قالت لي ان ابوها شغال وعنده شركه استيراد وتصدير وان هم معاهم فلوس،
وعشان كده كنت ماشي معاها عشان لا، الفلوس هي- ولا عشانها هي؟ عشانها هي، بس هي للاسف ما صرحتنيش وما عجبهاش حالها ولا عيشتها، واتبطرت وحبت تعيش دور مش دورها اصلا. ما تزعلش ما تزعلش يا عم. روح انت البنت، روح وحاول تفهم منها ايه اللي بيحصل ده، عرفها الحقيقه. كده يا بابا؟ ماشي يا بابا. بتضربني قدام الناس وقدام احمد وبتشتغل في كافيه. ماشي يا بابا. كده تمام كده. هو ده اللي هيساعدني ان انا اعرف ان انا ازاي امشي بابا من هنا. عبد الرحمن، ايوه يا ست هاني. عبد الرحمن، مش احنا كشفنا على بابا طلع دماغه خفيفه؟ لا اله الا الله، دماغه يعني انت قصدك فوت يعني؟ او انا بقيت خايفه منه. لا اله الا الله. هو عبد الرحمن، انا من ساعه ما بابا دماغه خرفت وهو بقى بيبص لنا بصات مش حلوه. للدرجه دي راحت خالص؟ طب هو العمل دلوقتي يا ست هاني ما نعمل ايه؟ هو بس اول ما هيجي هنا انا عايزاك ان انت تاخده تطلعه بره، عشان احنا طبعا بنات المفروض انت تخاف علينا. طبعا يا استاذه طبعا، وده عايزه كلام. تمام يا عبد الرحمن. وعايزه لبن بخير وزبادي. بابا لابوكي يجيب لي طلبات قبل ما يجي من الشغل. طلبات ايه؟ انت عارفه اساسا ابوكي ده شغال ايه؟ شغال ايه؟ ما احنا كلنا عارفين شغال ايه. شغال في كافيه، بينزل مشاريب بجلابيه. ابويا انا شغال في كافيه بجلابيه وبينزل مشاريب للناس. اه، وعايزه اقولك ان احنا اصلا النهارده كنا في الكافيه انا واحمد حبيبي. ايه؟ انا ما يهمنيش اصلا احمد حبيبك ولا احمد زفت ده. هو انت متاكده من الموضوع ده؟ ايوه اللي انا بقوله لك ده صح يا بنتي، ده ضربني قدام احمد. بقى معقول بابا شغال في كافيه؟ هلحق امسح الحاجات اللي انا طالباها منه. بقولك ايه، انا عايزه اتفق انا وانتي ان احنا ما ندخلوش عندنا هنا تاني. يا بنتي ده ابونا اللي مخليناش نتحوج لحد. ابونا اللي فضل سهران ومخبي علينا ان هو شغال في كافيه وبيتهم الناس عشان يقدر يكفينا، في الاخر احنا نعمله كده. بقولك ايه، انا مش هخلص معاكي. اوعي. هو انت بتعملي ايه؟ اوعي، هقفل الباب. هتقفلي الباب ليه؟ بصي، احنا هنرمي له حاجته، انا هرمي له حاجته، مالكيش دعوه. انت بجد اكيد اتجننتي. انت في وعيك يا بنتي، ده ابوكي. مش هيدخل البيت هنا تاني خلاص. الباب مش عايز يفتح ليه؟ أميرة، إسراء، افتحوا يا ولاد. ايوه ما تتكلميش خالص. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اسكتي. انت عبيطه. احنا هنرمي له حاجته من الشباك، ما اوعي كده بلا تتكلميش. الشباك، ده ابونا. تعالي يا بابا. بابا، ممكن تقولي هو انت بتشتغل كده من امتى؟ وبتلبس الجلابيه دي من امتى؟ إيه ده؟ هو كل ده اللي همك؟ اللي أنا شغال إيه ولابس جلابية دي ليه؟ ما سألتيش نفسك؟ ما سألتيش نفسك بابا بيصرف علينا منين؟ ها؟ أنا بشتغل كده عشان أساعدكم، عشان ما أخليش أي واحدة فيكم محتاجة أي حاجة. يا حبيبي يا بابا، انا اسفه ان انا ما كنتش حاسه بيك، واسفه ان انا كنت بطلب طلبات فوق طاقتك وما كنتش مقدره. انت بجد مش مستعره منك على فكره، انا بجد فخوره بيك. والشغل مش عيب يا اميره، ابوك اشتغل بدل الشغلانه 2 عشان ما نمدش ايدينا للناس. انا بجد يا بابا فخوره بيك، واحنا اسفين لمره تانية اللي انت كنت بتتعب في شغلك واحنا مش مقدرين كل ده. كنت بتشتغل بدل الشغلانه 2 عشان تقدر تكفينا وما نطلبش حاجه من الغريب ولا نمد ايدينا للناس. انا اسفه يا بابا، مش هعمل كده تاني. ايوه ده كده ابوها دخل من بدري، هدخل بقى عشان اسحبه. افتحها يا استاذه. أيوه تعالى يا راجل اللي خرفت. لا يا عبد الرحمن، لا. استنى بس يا ست هاني، بقى راجل في حد يبص لبناته؟ ايوه انا هحتب عليك ليه؟ ما انت خرفت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اصبر انت بس يا ست هاني، ما انا بنات إيه وأنت مين وفي إيه ومين اللي فاهمك كده؟ انت بتقول ايه وايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اوعى كده وسيب ابويا ويطلع بره غور من هنا. عبد الرحمن خلاص يا عبد الرحمن، اهدى خلاص، سيبه. لا، ما انا عارف ان قلبك هيحن، بس ما ينفعش اقعد في وسطكم ده. انت خلاص خطرفت زي ما بيقولوا، ولازم انا اوديك انا ايه المستشفى. تعالى. انت أنا بس اللي على هنتصل بالك. بالشرطة توديك في خلاص يا 60 عبد داهية. لا يا استاذ، احنا ما اتفقناش على كده. انت اتفقتوا على إيه؟
بصراحة بقى كده يا حاج، طول ما انت بقى قلت شرطة ومش شرطة، بنتك كانت متفقة معايا انت على خطرفت واخدك ارميك فيها مستشفى ولا اي حاجة. هي اتفقت معايا على كده، انا ما اعرفش بقى. بس انت باين عليك سليم ولا خطرفت ولا حاجة. انت بتعملي فيا كده؟ انا يا بابا انا لا يا بابا ما انت انا مش عارف اعمل معاكي ايه بالظبط. انا عملت معاكي ايه وحش عشان تعملي فيا كده؟ اخرتها عايزاني ترميني بره؟ خلاص يا جدع انت امشي، مفيش انا كده همشي. اتكل على الله يا بعقل بنتك يا حاج. اتكل على الله، اتكل على الله. اتفضل. خلاص يا بابا هي مش هتعمل كده تاني. انا هتكلم معاها وهي خلاص يعني عرفت غلطتها. لا هي مش خلاص.